بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. عقوبات مشددة ومغلظة ضد النادي الأهلي. لم يكتفوا بالأهلي كعب داير بين المحافظات، ولكن العقوبات الأشد والأعنف والأغلظ على النادي الأهلي هي الحكم طارق مجدي، الذي لا يختلف عن غيره من الحكام المصريين الفاسدين في التحكيم. ضربة جزاء لا تحتسب للأهلي ضد زد، أي حكة أو أي لمسة من لاعب الأهلي تحتسب على لاعب الأهلي. الأهلي بيضرب لاعب زد بيضرب لاعب الأهلي بعنف، دخل في ستارز الحذاء بدون ما يلمس الكرة، والحكم الأغبى الغبي أعطاه انذار فقط، ولو هذه اللعبة ضد لاعب الأهلي كان طرد مباشر. وناهيك عن مساعدين المباراة في ألعاب التسلل، بيسيب التسلل للفريق اللي يكمل اللعبة، ومع الأهلي يوقف التسلل قبل ما يكمل اللعبة. يعني بيطبقش القانون صح. الدليل على ذلك حسام طه ده ولا اسمه ايه ده المساعد، كرة تسلل قدام منه في الهدف التاني اللي اتلغى، وبيجري وفرحان أوي بالانفراد، وبيجري وبيكمل الهجمة واحتسب الهدف. لكن فضيحة إن الفار كبسه ولغى الهدف، لأن لو كانت الهدف اتحسب كانت تبقى كارثة في رمضان بكل المقاييس. وتيجي تشوف الحكم الأهلي كل هجمة تلاقيه واقف قدام منطقة 18 قدام لاعب الأهلي، والعكس لما يكون الهجمة على الأهلي بيوسع للاعب الخصم من يشوط على الأهلي. فارق كبير، شتان فرق كبير بين الحكم مع الأهلي وضد الأهلي في نفس المباريات. يعني أشد عقوبة الأهلي بياخدها من قرار تعيين الحكام ضده، لأن الحكام كلهم شبه بعض.